قبل ما ندخل على فيلم النهاردة، حابب أعرفك يا صديقي إن ده الفيلم الثالث من سلسلة أفلام فينوم، وده معناه إن يا ريت تكون اتفرجت على الأجزاء اللي فاتت. بس يعني لو هتكسل تشوف الأفلام اللي فاتت فتعالى كده أفكرك، بس قبل ما أفكرك اعمل لايك وكومنت وشير وسبسكرايب، مش عايز أكتر من كده. عموما شفنا في الجزء اللي فات من سلسلة الأفلام دي إن فينوم وأيدي قدروا يهزموا القاتل المجنون كريتوس والطفيلي اللي كان جواه واسمه كارنيج، وللعلم في المعركة دي ضابط مات اسمه باتريك. وفي النهاية وبعد ما قدروا أيدي وفينوم يقضوا على كريتوس وكارنيج، فجأة اتنقل فينوم لعالم موازي تمام جدا. بيبدأ بقى الفيلم الجديد في الفضاء الخارجي، وبنشوف كائن اسمه جلينتار. بنعرف إن جلينتار ده هو الكائن اللي خلق أو صنع الطفيليات اللي زي فينوم وكارنيج وغيرهم، لكنهم سجنوه في السجن بتاعه ده وهربوا. وعلشان جلينتار يتحرر من سجنه ده محتاج يوصل لحاجة اسمها المخطوطة، وبالتالي بيطلق دلوقتي جلينتار كائنات فضائية غريبة اسمها كائنات الريج، واللي تقدر تقول عنهم إنهم وحوش زاحفة. المفروض إن كائنات الريج دي هتنطلق في كل الأكوان يدوروا على المخطوطة عشان يحرروا جلينتار. وفعلا خدوا الأمر من جلينتار وفتحوا بوابات كده عشان ينتقلوا منها للأكوان المختلفة يدوروا على المخطوطة علشان يحرروا جلينتار. وفي نفس الوقت ده وفي كون موازي بيكون أيدي وفينوم لسه محبوسين في الكون ده، لكنهم حاليا اتنقلوا للكون بتاعهم من تاني، وبيكونوا في حانة كده في المكسيك. بياخد أيدي مشروب من الحانة وبيبدأ يتفرج على التلفزيون. وهنا بتكون المشكلة، لأن التلفزيون كان بيعرض الأخبار اللي بتتكلم عن معركة أيدي وفينوم مع كريتوس وكارنيج، واللي بتقول إن خلال المعركة دي مات ضابط اسمه باتريك، وإن إيدي وفينوم هما اللي قتلوه وحاليا مطلوب القبض عليهم. وفي الوقت ده بيترعب أيدي جدا، وبسرعة بيسيب حساب المشروب اللي بيشربه وبيخرج من الحانة بحيث يهرب. وعلى فكرة إيدي وفينوم مش بياخدوا بالهم إنهم سابوا جزء من الطفيلي بتاع فينوم مع الحساب، وخليك فاكر الجزء ده شوية لقدام. المهم أيدي حاليا بيخرج من الحانة وبيفضل يلف هنا وهناك وهو مش عارف يروح فين، لحد ما فجأة بيسمع صوت كلاب بتتألم بشكل مش طبيعي، فبيمشي ورا الصوت لحد ما بيوصل لمكان فيه كلاب كتير محبوسة، وبيظهر 4 أشخاص وبيكونوا عصابة بيسرقوا الكلاب دي لأغراض غير معروفة، تجارب أو غيرها. بيطلب منهم أيدي بأدب يطلقوا سراح الكلاب، لكنهم بيرفضوا، وبيخرج فينوم وبيبدأ يقاتلهم بكل قوة، وفي النهاية بياكل رؤوسهم كلهم وبيحرر الكلاب وبيخرج من هناك. وبيفضل أيدي يمشي في طريقه وبيفكر إزاي يرجع أمريكا، لكن المشكلة إن كل الكاميرات في الشوارع كانت بتراقبه، وبنشوف إن في كمان ضباط بيتفرجوا على أيدي وبيقرروا يبعتوا عقيد في القوات الخاصة اسمه ريكس علشان يقبض عليه. وفي الوقت ده العقيد ريكس بيوصل للحانة اللي أيدي ساب فيها جزء من الطفيلي فينوم، وبياخد هو الجزء ده وبيمشي. على الجانب الآخر بنشوف دكتورة اسمها بيا كانت نايمة في بيتها وبتحلم تحديدا بماضيها هي وأخوها كان بيقول لها إن الرعد قادر على قتلهم، وعشان كده لما الرعد بيشتغل لازم يستخبوا. بس للأسف بعد فترة فعلا الرعد ضرب أخو بيا وقتله، وهو كان ماسك إيدها. لما بتشوف بيا كل الحلم ده بتصحى من النوم مخضوضة، وأول ما بتصحى بيجي لها مكالمة من القوات الخاصة اللي هي شغالة معاهم. بالمناسبة عرفوها إنهم وصلوا لباتريك، فبتفرح جدا بيا وبتقولهم إنها هتيجي على طول. وفعلا بتروح بيا على شغلها في وحدة سرية تحت الأرض تبع القوات الخاصة اسمها أريا 55، وحاليا بيجي لهم ريكس وطبيبة مساعدة ليها اسمها سادي، وبيتكلموا سوا. وبنعرف من كلامهم إن الضابط باتريك ما ماتش، بل بالعكس أحيوه عن طريق إنهم زرعوا جواه جزء من كائن فضائي زي بالظبط فينوم. وحاليا بيروحوا عند الغرفة السرية الموجود فيه باتريك وبيتكلم، أو نقدر نقول إن الكائن الفضائي هو اللي بيتكلم، وبيعرفهم إن في كائنات كتير جاية للأرض وهيدمروها قريبا جدا عشان يوصلوا لكل الطفيليات اللي زيه، والمقصود هنا هو كائنات الريج. وبنكتشف كمان إن الوحدة السرية دي فيها عينات كتير من الطفيليات زي فينوم ومن نفس فصيلته، وبنعرف إنهم وصلوا للأرض من فترة هربا من جلينتار وكائنات الريج. وحاليا ريكس بيقرر إنه يخرج علشان يقبض على أيدي وفينوم،
وفي نفس الوقت ده بنشوف إن أيدي وفينوم متعلقين في طيارة كده علشان يرجعوا لأمريكا. بس المشكلة إن واحد من كائنات الريج دي بيقدر يوصل لهم وبيفضل يقاتلهم، لكن في النهاية وبصعوبة كبيرة فينوم بيقدر يرمي وحش الريج ده من على الطيارة، وهو نفسه بيهبط بأيدي في مكان كده آمن وهم بيهبطوا. فينوم كان عايز يرمي أيدي كده ويسبيبه ينزل مع نفسه، بس في الآخر صعب عليه فعمل نفسه مظلة ونزله على الأرض. عموما بعد ما نزله على الأرض بيتكلم فينوم مع أيدي وبيعرفوا إن الكائن اللي كان بيهاجمهم ده اسمه وحش الريش، وأكيد جاي بأمر من جالنتار عشان يدور على المخطوطة واللي هي مفتاح سجن جالنتار بحيث يتحرر ويدمر كل الأكوان. وبيوضح له كمان إن جالنتار هو الكائن الفضائي اللي خلقه هو وكل فصيلته. إيدي بيسأله عن المخطوطة دي وإيه أهميتها، وهنا فينوم بيشرح له إن المخطوطة دي ببساطة هي شيء بيتكون لما كائن زي فينوم ينقذ إنسان ويرجعه للحياة بعد الموت، وده حصل لما إيدي مات قبل كده وفينوم رجعه للحياة. وبيكمل فينوم وبيقول له إن علشان المخطوطة تشتغل لازم كائنات الريج توصل له وهو في حالته المتحولة بالكامل، لأنهم هيقدروا ياخدوا المخطوطة دي من داخله. بعد كده هيستخدموها عشان يدوها لجالنتار ويفتحوا سجنه، لكنه بيقول لإيدي إنه لو واحد منهم سواء أنا أو أنت مات المخطوطة هتتدمر تماما، وساعتها مش هيبقى فيه أي مفتاح لسجن جالنتار. وبيقولوا فينوم إنهم لازم يهربوا من وحوش الريكس دي وخلاص، وإيدي بيوافق على كلامه. وفي اللحظة دي إيدي بيشوف حصان، فبيقرر إنه يخلي فينوم يدخل جوه الحصان ده عشان يزيد سرعته. وفعلا فينوم بيدخل جوه الحصان وإيدي بيركب عليه وبينطلقوا في طريقهم بأقصى سرعة ممكنة. ورغم إن فينوم بيكون سريع جدا لدرجة إن إيدي مش بيستحمل نهائيا، إلا إنهم بعد فترة بيوصلوا عند بحيرة، وهناك بيوقف فينوم عشان يشرب من المي. لكن في نفس اللحظة بيهجم عليهم ريكس ورجالته. ريكس بيستخدم موجات صوتية بتأثر مباشرة على فينوم، ونتيجة ده فينوم بينفصل غصب عنه عن إيدي لأن الصوت هو نقطة ضعفه الوحيدة. المهم بينزلوا رجالة ريكس وراهم في المية عشان يقبضوا عليهم، وبالفعل في واحدة من الضباط بتوصل لإيدي قبل ما فينوم يدخل جوه جسمه تاني، لكن إيدي بيقدر يقتلها. بعد كده فينوم بيتنقل من سمكة لسمكة في البحيرة لحد ما بيوصل لإيدي من جديد وبيدخل جوه جسمه. وفي الوقت ده كائن الريج بيوصل هو كمان، فبسرعة بيهربوا فينوم وإيدي من هناك. أما رجال ريكس فبيكونوا مصدومين من الكائن ده اللي ظهر فجأة، وبيفضلوا يضربوا عليه نار، لكن الكائن ما بيفرقش معاه وبيفضل يقتل فيهم بأبشع الطرق الممكنة عن طريق إنه بياكلهم حرفياً. بعد اللي حصل ده بيرجع ريكس للوحدة بتاعته اللي بيشتغل فيها، وهو وبيا دلوقتي والطبيبة أنسادي بيروحوا عند باتريك، واللي حالياً الطفيلي اللي جواه مسيطر على جسمه بالكامل. والطفيلي ده بيبدأ يتكلم مع ريكس وبيا وسادي، وبيعرفهم إن الكائنات اللي شافوها دي هي كائنات الريج وجاية بأمر من جالنتار عشان توصل للطفيلي فينوم والمضيف بتاعه اللي هو إيدي، لأنهم هم بالذات المخطوطة موجودة جواهم، والمخطوطة دي هتفتح سجن جالنتار. وبيعرفهم الطفيلي إنهم لازم يقتلوا إيدي أو فينوم عشان يدمروا المخطوطة وكائنات الريج تمشي من الأرض خالص. والخطة دي بتعجب ريكس جدا وبيقرر إنه ينفذها، وبتطلب منه بيا إنه ما يعملش كده وما يقتلش أيدي، لأنه بالشكل ده هيدمر الطفيلي فينوم كمان، وهي ضد إنهم يقتلوا أي حد من الطفيليات. بس ريكس ولا بيسمع كلامها وبيقرر إن هو يفضل مصلحة كوكب الأرض بالكامل على المهزلة اللي بتحصل دي، وبيقرر يكمل في مهمته ويقتل إيدي. على الناحية التانية بنشوف إن إيدي لسه بيدور على طريقة يرجع بيها لمدينته، وأثناء ما كان ماشي بيقابل عائلة كده بالصدفة. العائلة دي مكونة من الأب اللي اسمه مارتن ومراته مون وابنه الطفل وبنته الكبيرة، ونعرف إن العائلة دي مجانين بالفضاء حرفياً، وإنهم رايحين دلوقتي للمنطقة 51 واللي خلاص هتقفل، لكنهم رايحين لأن مارتن واثق إن الحكومة الأمريكية ما زالت بتعمل هناك تجارب على الفضائيين وعايز يشوف فضائي منهم. وفي الوقت ده بيضحك إيدي جدا لأن مارتن قاعد قدام فضائي اللي هو فينوم اللي جوه إيدي، لكن إيدي ما بيقولش الكلام ده لمارتن وبيطلب منه إنه يوصلوا لمدينته. فبيوافق مارتن وبياخد دلوقتي إيدي وبيتوجهوا كلهم لحد ما بيوصلوا لمدينة إيدي. وفي المدينة
بيكون إيدي محتاج فلوس عشان يتحرك ويشوف هيعمل إيه، وعشان يكسبوا شوية فلوس بيدخلوا هو وفينوم لكازينو كده وبيلعبوا قمار، لكن لأن الحرام ما بيدومش ما بيكسبوش أي حاجة، وبالصدفة بيتقابلوا مع سيدة اسمها السيدة شيب، وفينوم بيعجب بيها جدا جدا، فبينسى دلوقتي فينوم موضوع الوحوش الريج دي خلاص، وبينسى كل حاجة، وبيطلعوا هو وإيدي ويقعدوا مع شيب. لكن ما بيمضيش وقت طويل وفجأة تيجي قوات تبع ريكس وبيقبضوا على إيدي وفينوم وبياخدوهم للوحدة السرية اللي فيها بيا وسادي، وهناك بيحبسوهم في السجن. والزنزانة اللي كان إيدي محبوس فيها كانت قصاد زنزانة باتريك، وبيبدأ الطفيلي اللي في باتريك بيكلم إيدي وفينوم وبيعرفهم إنه هيساعدهم في محاربة وحوش الريج. لكن وسط كل ده بيوصل ريكس وبيكون عايز يقتل فينوم وإيدي بحيث وحوش الريج تيمشي من الكون، وفعلا بيطلع ريكس سلاحه وبيضرب إيدي طلقة كده، فبسرعة بيدخل فينوم جوه جسم سادي وبيضرب ريكس ويبعد عنه، وبعد كده بيرجع لجسم إيدي وينقذه من الموت. ومع إن فينوم بيهجم على ريكس واللي معه، إلا إن الجنون بيبدأ لما يوصل وحش الريج للمكان ويبدأ يهجم على الكل بحيث يوصل لإيدي وفينوم. وفي الوقت ده بيخرج باتريك والطفيل اللي جواه وبيهاجموا على الريج، لكن الريج بياكله. بعدها كل الطفيليات اللي موجودة في الوحدة بتدخل في جسم البشر الموجودين، ومنهم طفيليات بتدخل جوه جسم سادي، وبيفضلوا كلهم يحاربوا الريج بحيث يساعدوا إيدي وفينوم. لكن الريج بيكون أقوى من الكل حرفياً ومش بيقدروا يسيطروا عليه، وبناء عليه بيهرب إيدي وفينوم وكثير من الطفيليات من المكان. وفي نفس الوقت ده كان مارتن وعائلته وصلوا للمنطقة 51 أخيراً اللي اتقفلت، وواقفين هنا على أمل يشوفوا فضائي، وفجأة بيلاقوا إيدي وفينوم وكل الطفيليات قدامهم وهم بيتعاركوا حرفياً مع ريج. وطبعاً مارتن بيكون مبهور جداً إنه أخيراً شاف فضائي، لكن إيدي بيطلع عند مارتن وعائلته اللي كانوا واقفين على برج مراقبة، وبيحاول فينوم إنه ما يسيطرش على جسم إيدي عشان الوحش ريج ما يعرفش إنهم هنا. في الوقت ده كانت سادي والطفيلي اللي جواها وباقي الطفيليات بيفضلوا يحاربوا الوحش ريج ده، وللأسف بيجي ريكس الغبي وسط كل ده وبيضرب على الوحش صاروخ، والصاروخ ده بيتسبب في موت واحد من الطفيليات، والوحش نفسه مش بيحصل له أي حاجة، وبيضرب الوحش البرج اللي واقف عليه. فينوم حاليا هو ومارتن وعائلته وبيقعوا، وبسرعة فينوم بيسيطر على جسم إيدي وبينقذهم كلهم، وكمان بتيجي سادي وبتساعد في إنقاذ باقي عائلة مارتن. بعد كده بتيجي الدكتورة بيا وبتاخدهم كلهم في عربية وبيبعدوا شوية عن المكان ده. لكن وحش الريج بيبدأ يبعت إشارات كده، فبيجيله وحش تاني وبيساعده في الهجوم على الكل، وبعدين بيجي وحش تالت ويفضلوا يهجموا عليهم، وواحد من الوحوش دي بيقدر يوصل لإيدي وكان هيقتله، بس بيجي مارتن وبيضرب الوحش ده بصاروخ فبيسيب إيدي يقع على الأرض. أما مارتن نفسه فبيهرب من المكان ده. بعد كده بياخد فينوم إيدي لمكان آمن وبيتكلم معاه، وبيعرفوا إن رحلتهم لازم تنتهي هنا. وفينوم بيقول لإيدي إنهم طول ما هم مرتبطين الوحوش دي هتفضل تيجي بكميات مهولة وبأعداد أكبر من كده، وفي الآخر هيدمروا الكون، وده اللي فينوم مش عايزه. فبالتالي فينوم بيعالج إيدي وبيرتبط بيه للمرة الأخيرة، وبيروحوا للثلاث وحوش ريك دول، وبيبدأ فينوم يسيطر عليهم كلهم. بعدين بيرمي فينوم إيدي بعيد وبيقطع الاتصال اللي بينهم نهائياً. بعد كده بيبص فينوم لريكس وبيطلب منه إنه يشغل مادة حارقة عشان تخلص عليهم، وبيشغل ريكس المادة الحارقة واللي بتفضل تنزل على فينوم والوحوش اللي مسيطر عليهم حالياً وتقتلهم كلهم بأبشع طريقة. وفي لحظات فينوم الأخيرة بيبص لصديقه إيدي وبيودعه بنظراته. بعدها ريكس بيجيب ولاعة وبيشعل خزان المادة الحارقة دي، وبيحصل انفجار قوي بياخد الكل معاه، وريكس نفسه بيموت في الانفجار ده. وبالشكل ده كمان المخطوطة اللي كانت هتحرر جلينتار بتنتهي، وبالتالي جلينتار مش هيقدر يبعت وحوش تانية للكون ولا يقدر يدمر أي حاجة تانية. لكن رغم كل المكاسب دي إيدي خسر صديقه الصدوق فينوم. ولما حصل الانفجار القوي ده كانت بيا ومعاها سادي بيهربوا من الانفجار، وفي اللحظة دي بيا بتطلع مادة غريبة كده، وفجأة بتتكون حواليها طفيلي زي فينوم بالظبط، لكن شكلها فريد كده. بيا بتاخد سادي وتبعد عن الانفجار ده وبيكونوا بخير. بعده بتخفي بيا الطفيلي اللي كان مسيطر عليها وبتخليه جواها، وبتبص على إيدها
ونلاقي إن إيدها بتنور بشكل غريب، وبنعرف إن بيا عندها قدرات خاصة غير الطفيلي اللي مسيطر عليها أصلاً. وأكيد هنعرف عن بيا أكتر في أفلام جاية. وآخر حاجة بنشوفها إن إيدي بيصحى في مستشفى، وبيجيله هناك جنرال تبع الجيش. الجنرال بيقول له إن فينوم خلاص مات ومش هيشوفه تاني، وبيشكره على كل اللي عملوه هو وفينوم، وإنهم أنقذوا كوكب الأرض، لكن بيحذروا إن لو اتكلم عن اللي حصل لأي حد هيكون مصيره الحبس باقي حياته. إيدي بيوافق بحزن إنه مش هيتكلم، فبيسيبوا الجنرال وبيمشي. بعدها بيخرج إيدي من المستشفى وبيحاول يعيش حياته، لكنه دايما بيكون حزين، ودايما بيفتكر صديقه الصدوق فينوم ومش هيقدر ينساه. ومع النقطة دي بينتهي الفيلم وسلسلة الأفلام دي كلها. ومتنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة علشان يوصلكم كل جديد. أشوفكم في الفيلم الجاي. سلام.